يعني أنه مسلم ليبرالي أو مسلم علماني، لأن أصل المذاهب دي نشأت في أوروبا الكافرة. يعني وما كانش أنا فيه هقول لك إشكال النشأة دي يا شيخ قبل وناخد المداخلة دي ونكمل بعد المداخلة. أيوة الأخ زكي اتفضل. أخ زكي اتفضل. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله يحفظك. ازي حضرتك؟ اتفضل. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. شيخنا ربنا يبارك في حضرتك ويوفقك ويزيدك سدادا يا رب. بعد اذنك شيخنا توضيح صغير بس. الشباب اللي بيقولوا على نفسهم ليبراليين منهم اللي بنلاقيهم بيصلوا وبيجي رمضان يصوموا وفيهم خير، بس هو فاكر ان هو ليبرالي. تقول له يا ابني انت هترضى بالزنا في الشوارع؟ هترضى بإباحة الخمور؟ يقول لك لا طبعا انا ضد ده، انا مسلم ليبرالي. عايزين يا شيخنا نوصل للشباب بعد اذن حضرتك ان هم كده مش ليبراليين، عايزين نفهمهم اصل الدين كويس، عشان هم فعلا مغترين باسم الليبراليه والحريه. وبيقولوا على نفسهم ليبراليين ومش شايفين تعارض، يعني يقول لك انا مسلم ليبرالي وافتخر. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. جزاك الله خير. جزاك الله. هو طبعا نفس المعنى. فبنقول ان الشباب ده طبعا احنا مشفقين عليهم، هم اولادنا، واحنا طبعا لا نكفرهم ابدا يعني. وذاك يقول لك انا ما ارضى بالزنا ولا ارضى ما يرضاش بهذه الاشياء. فنقول له انت مش ليبرالي، يعني انت خليك انت مسلم، خليك مسلم، خليك يعني الليبراليه مش هتدخلك الجنه ولا تنجيك من عذاب الله. ولكن يعني هو في هو كمان ممكن يا شيخ بعد اذن حضرتك، يعني هذا تناقض واضح. نعم، ده تناقض واضح، لأنه يأتي بالضدين ويعتقد أنه ينتمي إليهما. إنه يمكن أن يجمع بينهما، يعني زي يجمع بين الإيمان والكفر. نعم. فقلنا الإسلام إسلام الوجه والاستسلام لله عز وجل والإقرار بالعبودية لله عز وجل، وأنه لا يعبد يعني إلا الله عز وجل، ولا يلتزم إلا بشرعه، ولا يأتمر إلا بأمره، ولا ينتهي إلا عن يعني هو مش بس يعبد يعني العبادة عندهم. أصل في بعض الناس يا شيخ بتفهم العبادة في المفهوم القاصر، يعني الصلاة والصيام اللي هو الشعائر، لكن العبادة مش اسم جامع لكل ما عنده، مش مفهوم واسع يعني. فهو بيصلي، ما هو الأخ بيقول هو بيصلي وفي خير وكل حاجة، وفاكر إن هو ليبرالي في بقية بقى القضايا. لا، ما له حرية بقى في بقية المسائل يعني. لا، هي طبعا احنا نقول له نحن نربأ بك ونحن ننزهك من هذه المصطلحات الخبيثة التي ظهرت في بلاد الكفر، والتي يعني كانت ثورة على الدين المحرف وعلى تسلط الكنيسة، وهم يريدونها الآن ثورة على الدين الحق. على الإسلام. جزاك الله خير. فهي كان في مبرر لظهورها في أوروبا، لأن الدين عندهم كان طقوس، وكان رجال الكهنوت والقسيسون يعني كانوا يعني يستعبدون الناس، كانت في عبودية البشر للبشر. أيوة صحيح. ما كانتش عبودية لله عز وجل، فهم ثاروا عليهم وطلبوا حرية الفرد. ولكن احنا عبودية لله عز وجل وإسلام وجه لله عز وجل. فنقول له اختر، هل أنت تسلم وجهك لله عز وجل وتقر بأن الله عز وجل له الخلق والأمر، وبأن الإسلام عقيدة وشريعة، وإننا يجب أن نخضع لحكم الله ونحل ما حل الله ونحرم ما حرم الله. فإن كنت تقر بما أقوله الآن فأنت مسلم، لست ليبراليا. ولكن الليبرالية هي التمرد على الله عز وجل ورفض لشريعة الله عز وجل واستحلال للحرمات واستحلال للكفر، إباحية وإلحاد. هذه الليبرالية. فهم لما جابوا النبتة الخبيثة هذه أرادوا أن يزرعوا في أرض الإسلام في بلاد المسلمين، يعني أرض ليست يعني أرضها ومناخ ليس مناخها. فوجدوا كما قلنا إن الصدام مش مع الأصوليين، لا، مع نفس الإسلام ومع كل مسلم. نعم. كل مسلم رضي بالله ربا، وكل مسلم مش هيرضى بإباحة الزنا ولكن هم بيحاولوا. يعني أنت فاكر الحلقة اللي كانت بتاعت الأستاذ حازم صلاح مع الجلاد؟ فهو بيقول له لو واحد قاعد مع واحدة في ميدان عام وماسك ايدها وبيقول لها بحبك ومش عارف ايه، فاللي بيقول الكلام ده يعني بعيد خالص عن الشرع، هو فاكر ان ده من حقه، وده الفكر الليبرالي. يعني من حق اي واحد يمسك ايد واحد. طيب لأن يغمس احدكم بمخيط من حديد يعني خير له من ان يمس امرأة لا تحل. وازاي وانت اللي بتقول ليبرالي انت تقبل ان بنتك يجلس معها واحد اجنبي ويمسك ايدها ويقول لها بحبك، وهي الامر مش هيقتصر على ذلك. يعني ما لا، حتى رجولته لا تسمح له. شهامته ممكن ما عندوش إسلام بس عنده نخوة. فالليبرالية ما فيش نخوة، ما فيش دين، ما فيش حياة، ما فيش قيم، ما فيش عادات وتقاليد.
فهو الأستاذ حازم رد كويس جدا، يعني قال لا طبعا كل ده ممنوع، أنا لا أسمح بذلك، لأن قيمنا وديننا يمنع من ذلك. نعم. لأن هلاقي بعد كده بنتي قاعدة مع واحد وزوجتي قاعدة مع واحد. فهو الليبرالية كده، يعني الليبرالية كده إن الأمور إيه، مفيش حدود شرعية، نعم. مفيش حلال وحرام، ولذلك مفيش إنكار منكر، مفيش ولاء وبراء، مفيش فرق بين اللي بيعتقد الاعتقاد الحق والدين الحق اللي هو الإسلام، وبين صاحب الدين المحرف، وبين صاحب الدين المبتدع الباطل. فدي الليبرالية، إن